الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في حكمه، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وأستاذنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير الذي أرسله ربنا إلينا رحمة للعالمين. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة تفتح لنا بها يا ربنا أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. فأنت مولانا وأنت نعم المولى ونعم النصير. وبعد، فأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فهي رأس كل أمر. قال ربنا سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم أما بعد، فتعالوا بنا نقف مع شخصية عظيم من العظماء، نقف مع شخصية معصوم وهو خاتم الأنبياء، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنتعرف عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، وكيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعي في بيته، لننظر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزداد تواضعا منه، ونتعلم التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسه: إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبيد. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أنا لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. فلذلك أنت أيها المسلم ما زال في قلبك تكبر؟ لماذا لم تتواضع إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نفسه الذي ارتقى وصعد إلى السماء ووصل إلى مكان لم يصل إليه أحد قط، وبرغم كل هذا لم يقل عن نفسه بأنه ملك، بل وصف نفسه بأنه عبد لله عز وجل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة تواضعه وشدة تواضعه كان يفعل في بيته مثل ما يفعل الرجل العادي في بيته، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الرجل العادي كيف يعمل في بيته. فتعالوا بنا ننظر إلى بيت رسول الله ونسمع من أزواج رسول الله كيف كان يفعل رسول الله في بيته، وكيف كان يتعامل مع نسائه وأزواجه جميعا.
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لأنها أكثر النساء معاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، كانت تتفاخر في أنها كانت دائما تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يعني أعزكم الله عز وجل كان يخيط نعله. هل هناك تواضع أكثر من هذا من رسول الله؟ وهو من هو رسول الله وخاتم الأنبياء جميعا، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه. وفي رواية أخرى كان صلى الله عليه وسلم يغسل ثوبه. لك أن تتخيل، كان يخيط ثوبه ويغسله. بل إنه في رواية أخرى كان صلى الله عليه وسلم يفلي ثوبه، يعني كان ينظر في ثيابه فيخرج منه القمل والبرغوث كما جاء في تفسير هذا الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويغسل ثوبه ويفلي ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل الرجل في بيته. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وكان صلى الله عليه وسلم يكنس بيته، وكان صلى الله عليه وسلم في خدمة بيته. فيا أيها المسلم تواضع، يا أيها المسلم إذا كنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول بأنك رجل في بيتك، فالرجولة أن تكون في خدمة بيتك. إذا كنت أنت رجل في بيتك فلا تتفاخر بكلمة القوامة لأنك تفهمها خطأ. تفهم قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، وأنك لا تكون ملكا في بيتك وتكون الزوجة دائما تحتك، بل إن كلمة قوامة هي أصلها مأخوذة من لفظ قائم. رجل قائم في بيته أي قائم على خدمة بيته، أي قائم على توفير الراحة والطمأنينة في بيته. الرجال قوامون على النساء أي قائمون عليهم لتوفير العناية لهم والراحة والطمأنينة من أجلهم. لذلك أنت أيها الرجل، أيها الزوج، عود بيتك على أن توفر لهم الراحة والطمأنينة، لا أن تعودهم إذا اقترب موعد قدومك إلى بيتك كلهم يشعرون بالقلق. ما دمت أنت في البيت كلهم يشعرون بعدم الراحة والطمأنينة بسبب وجودك في البيت. أنت تفعل هذا الأمر لأنك لم تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نساء رسول الله جميعا اتفقوا على أن قدوم رسول الله إلى بيتهم هو قدوم سرور وفرح وسكينة وطمأنينة، فكانوا كلهم يغيرون على رسول الله، وكانوا كلهم يتنافسون على حب رسول الله، وكانوا كلهم يتنافسون على في أي مكان يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب أن رسول الله كان يعاملهن جميعا المعاملة الحسنة. ومن ضمن ما جاء في الأخبار السيدة عائشة رضي الله عنها التي تحكي عن زوجها رسول الله وتتفاخر بزوجها رسول الله، فكانت تقول: كنت أناوله الإناء يشرب، فكنت أشرب قبله وأنا حائض، فكان رسول الله يتحرى موضع شفتي فيشرب من المكان الذي كنت أشرب منه. هذا هو تواضع رسول الله، هذا هو حنان رسول الله مع أزواجه. استقيموا أيها المسلمون واستقيموا
مع نسائكم وأزواجكم في بيوتكم. أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحكي عن زوجها رسول الله الذي كان هو في أعلى قمة التواضع مع نسائه، فتقول: كنت أنظر إلى الحبشة الأطفال الذين يلعبون في المسجد، فأريد أن أنظر إليهم وأشاهدهم وهم يلعبون لأرى رسول الله يسترني بثوبه ويقف معي حتى أنظر وأشاهدهم وأنتهي من النظر إليهم، وما زال رسول الله واقفا معي يساعدني على المشاهدة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسابق مع السيدة عائشة، تقول رضي الله عنها: فسبقني في الأولى أو سابقته في الأولى وسبقني في الثانية. هذا هو تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن كفار قريش ليس من عهدهم أن يمرحوا مع النساء أو أن يضحكوا إلى النساء أو أن يمازحوا النساء أو أن يتقبلوا الرأي الآخر من النساء، وكانوا لا يريدون هذا من رسول الله. لكن رسول الله أراد أن يعلم البشرية جمعاء في أنه هناك ود وتلاطف وسكينة مع أزواجكم أيها المسلمون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناقش مع نسائه، وكان يعرض الأمر والرأي على نسائه جميعا. وفي يوم من الأيام كان يتلاطف مع زوجته السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لها: إن أصحاب الشجرة، يعني بيعة الشجرة، لن يدخل أحد منهم النار، لن يدخل أحد منهم النار. فقالت السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها مناقشة إياه: يا رسول الله، بل إن الله عز وجل قال: وإن منكم إلا واردها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مناقشا إياها: إن الله عز وجل أكمل الآية التي بعدها وقال: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشركهم الرأي ويناقشهم القول، بل إن رسول الله كان يطبطب عليهم وينشر لهم السكينة والرحمة. لما جاءت إليه زوجته السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، جاءت إليه تشكو له، جاءت إليه تبكو إليه وتقول له: يا رسول الله، إن حفصة بنت عمر قالت لي بأن أبي يهودي، إن حفصة بنت عمر قالت لي بأن أبي يهودي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر التلاطف إليها ويحنن قلبها ويجبر بخاطرها. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قالت لك هذا الكلام فقولي لها: أنا زوجة نبي وبنت نبي وعمي نبي. إذا قالت لك هذا الكلام وعادت إليه مرة أخرى واتهمت أباك باليهودية فقولي لها: أنا زوجة نبي وبنت نبي وعمي نبي. فكان نسلها يرجع إلى سلالة سيدنا موسى وهارون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا هو جبر خاطر الزوجة، هذا هو التلاطف والتحنن على الزوجة، هذا هو حسن المعاشرة، هذا هو تطبيق قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، كما طبقها رسول الله مع أزواجه جميعا. عباد الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونتوب إليه توبة المنيبين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربنا إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فجعله الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعد، فمن ضمن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أزواجه أنه كان دائم الوفاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا مع أزواجه إلى أبعد الحدود، وأراد أن يرسخ في قلوب المسلمين أجمعين صفة الوفاء، أي وفاء الزوج مع زوجته. اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لأبعد الحدود مع السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد كانت أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها رسول الله كان وفيا لها ولم يتزوج عليها أحد حتى ماتت. بل من شدة وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ثم يوزع على أصحاب السيدة خديجة رضي الله عنها. من شدة حبه لخديجة كان يحب أصحاب خديجة، ومن شدة وفائه لخديجة لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب خديجة، ومن شدة حب خديجة لأصحابها كان رسول الله يحب أصحاب خديجة لحبها إياهم. هذا هو الوفاء. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة، بل إنه ضرب في وسط كفار قريش أروع الأمثلة في هذا الأمر، لما كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضبون منه. بل إن بعض نساء رسول الله كانوا إذا غضبوا اعتزلوا كلام رسول الله وتجنبوا الجلوس مع رسول الله باليوم والليلة. ذات يوم زوجة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها كانت تناقش سيدنا عمر بن الخطاب، فغضبت منه فرفض سيدنا عمر بن الخطاب معاملتها، فقالت لسيدنا عمر بن الخطاب: والله إن نساء رسول الله كانوا يغضبن منه، بل إنهم كانوا يعتزلونه اليوم حتى الليل، بل إنهم كانوا يعتزلونه اليوم حتى الليل. أرادت أن تعلم عمر بن الخطاب: إذا كنت تقتدي بصاحبك رسول الله فإن نساء رسول الله يغضبن منه، فإن نساء رسول الله يعتزلن إياه، فإن نساء رسول الله كانوا يعتزلن رسول الله طيلة النهار حتى الليل. وذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا نساءه جميعا يسألنه المال، يسألنه النفقة، ولم يكن عند رسول الله أي مال قط، ومن كثرة سؤالهم النفقة غضب رسول الله منهم. وكان غضب رسول الله أنه كان يعتزلهم، أنه كان يجلس وحيدا فلا يدخل عليه أحد. لذلك رسول الله ذات يوم لما سأله نساءه النفقة جلس وحيدا وأمر أن لا يدخل عليه أحد، ليس مسموحا لأحد أن يدخل عليه إلا أبو بكر
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانوا كفار قريش يغضبون من فعلة رسول الله، لأنهم كانوا يعاملون النساء معاملة الخدم والجواري والعبيد، ورسول الله كان يعامل النساء أحسن معاملة، كان يوقرهم ويقدرهم ويضمن لهم حقهم، وكان في شدة غضبه يعتزلهم جميعا، ولم يسمح لأحد منهم أن يدخل عليه ثم يرجع رسول الله بعد ذلك يصالحهم. هذا هو تعامل رسول الله، هذا هو رقي رسول الله، هذا هو تطور وتقدم عقل رسول الله، هذا ما يريده رسول الله من كل رجل في بيته، هذا ما يريده رسول الله من كل زوج في بيته، هذا ما يريده رسول الله للأسرة المسلمة، وهذا ما يفعله الغرب الآن، يأخذون سيرة رسول الله ويريدون أن يطبقوها في الأسر جميعا. إذا أردت أسرة مستقيمة معتدلة في بيتك فكن أنت أولا قدوة، وإذا أردت أن تكون قدوة فاقتدي بالقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا قدوة في بيوتنا، وأن يجعلنا نقتدي بنبينا، وأن يجعل بيوتنا عامرة بذكر الله، وأن يجعل بيوتنا محفوظة بحفظ الله، وأن يجعل بيوتنا كلها في كنف ورعاية الله. اللهم يا ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا إلهي سميع قريب مجيب الدعوات. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا